السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة وفي احسن حال. متنسوش تحطوا اللايك وتشيروا الفيديوهات في كل مكان. ولو اول مرة بتشوفوني انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد احنا بننزله. معانا النهاردة الشيش طاووق، معانا حوالي نص كيلو وراك مخلية، بس مخلية من العظم. هنقطعها قطع زي ما انتم شايفين كده. وصفة سهلة وهتعجبكم قوي. انا يا بنات مشتريها من عند الفراجي، هي كده يعني مخلية، انا مخلتهاش. انا قلت له عايزة نص شيش فجابهولي مخلي. بس انتوا لو عايزين تخلوه في البيت تخلوه عادي يعني، وممكن تعملوها برضو بالصدور. بس الورك بيبقى يعني بيستوي بسرعة، وعن الصدر بياخد وقت في السوا. وهنكمل تقطيع باقي الشيش بنفس الطريقة، اللي هي قطع متوسطة ولا كبيرة ولا صغيرة. وبعدين نشوف التتبيلة بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه. وبعد ما خلصناهم تقطيع هناخدهم نديلهم شطفة بسيطة. احنا كنا غسلناهم يعني بالمية والليمون والملح. دلوقتي بعد ما قطعناهم هنديلهم شطفة بسيطة كده، ونبدأ بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا. التتبيلة بتاعتنا عبارة عن علبة زبادي بيها في البولة، وهننزل عليها بمعلقة توم مفروم اهو. حطوا بقى اللايك الجميل بتاعكم عشان الوصفة النهاردة وصفة جبارة. وهننزل عليهم بمعلقة ملح، معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة فلفل اسود او اسمر، ربع معلقة بابريكا، معلقة 7 بهارات. لو ما عندكيش 7 بهارات انزلي بتوم بودر وبصل بودر وبهارات فراخ. معلقة زيت، معلقة خل، وهنضرب المكونات دي كلها مع بعض لحد ايه ما يختلطوا كويس قوي مع بعض. وبعد ما خلطنا كل المكونات بتاعتنا مع بعض هننزل بالفراخ اللي احنا مقطعتها لسه من شوية، وهنقلبهم كويس قوي مع بعض ونسيبهم في التلاجة حوالي 4 أو 5 ساعات. الفراخ تشرب من التتبيلة وتاخد من طعمها، وهنحطها في التلاجة وبعدين نرجع مع بعض نشوف هنعمل فيها ايه. وبعد ما سبناها في التتبيلة انا بصراحة للأمانة يعني سبتها ساعتين بس. هنبدأ بقى نشيش الفراخ. هنجيب عصاية الشيش، نحط بقى اول حاجة الفلفل. انا مقطعة فلفل اخضر رومي وفلفل الوان احمر واصفر.
وهنحط الاول قطعة من الفلفل، وبعدين قطعة من الفراخ، وبعدين قطعة من الفلفل، وهكذا لحد ايه ما يعني تحطي زي ما انت عايزة في عصاية الشيش. عايزة تحطي بقى طماطم حطي، عايزة تحطي بصل حطي، بس انا اساسا يعني محدش بياكلوا البصل والطماطم، فبستكفى بالفلفل الالوان بس، والفلفل الرومي اللي هو الاخضر. هتبدأي بقى تشيشي الفراخ كده لحد ما تخلصيهم كلهم، وبعدين نرجع نشوف مع بعض هنعمل ايه. اهو زي ما انتوا شايفين انا بعمل ازاي، خطوات سهلة وبسيطة، مش بتصعبيها على نفسك. يعني هتحس انك انت بتاكلي في مطعم، وكمان انضف واحلى وطعمه اجمل. وبعد ما خلصنا كده شيشنا الفراخ زي ما انتوا شايفين. التتبيلة طبعا اللي نزلت من الفراخ دي مش هتترمي، دي هحطها عليهم برضو عشان الفراخ تشرب من التتبيلة وهي بتستوي. هنشوف بقى هنعمل ايه. زي ما قلت لكم الباقي من التتبيلة ده مش هيرميه. شايفين جمال الالوان وجمال شكل الشيش بعد ما شيشناه. شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها اهي. يلا جربيه، هاتي نص كيلو وجربيه، هيعجبك قوي ومش هتبطلي تعملي. هتجيبي بقى لو عندك جريل طبعا بيدي شكل احلى، اما لو ما عندكيش جريل زي حالاتي هتجيبي اي صينيه، نرشها رشه زيت كده، حبه زيت صغيرين، وهنرص بقى الشيش فيها. يعني مش هنوقف نفسنا عشان ما عندناش جريل، لا، هنشتغل باي حاجه. وبعد ما رصناهم كده في الصينيه، برضو بقى التتبيله هنرشها عليهم، برضو بقى التتبيله اللي في البوله هننزلها عليهم. شايفين الروعه والجمال. يلا بقى انزلوا حطوا لايك وشيروا لي الفيديوهات في كل مكان عشان القناة تكبر. وبعدين هندخلها في الفرن لحد ما تستوي. وده كان شكلها النهائي، ده كان شكل الغدا بتاعنا النهائي اهو، بشكل الشيش بعد ما خرج من الفرن. وعملنا جنبه حبة سلطة، مرضتش اعمل بطاطس لاني لسه كنا اكلينها الصبح، فقلت لا كفاية كده. وده كان احلى غدا، جربيها مش هتبطلي تعمليها، والله طعمها تحفة، يعني تستاهل التجربة، جربيها مش هتندمي. ما تنسوش بقى اللايك يا حبايبي والشير وتدعموا القناة عشان القناة تكبر ونوصل لأكبر عدد من اللايكات والاشتراكات. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.